السلام عليكم. في الفيديو ده هنتعرف على انواع الدهانات في منها مائي وزيتي. المائي يعني وسيطه مائي، فرشه بتتخفف بالميه، وهو كمان لو عايزه اخففه بالميه، زي مثلا اللون اللي هو البلاستيك، او الجي ال سي 3030، او التشوك بينت، تمام، او الاكريليك. كل دول بيتخففوا بالميه، وانا اقدر على فكره اخلط اي الوان مائيه مع بعض. يعني انا ممكن مثلا اغير لون الاكريليك ده بمركزات الوان مثلا، او بقوره عايزه احط عليه شويه تشوك بينت، عادي جدا هيتخلطوا مع بعض ومش هيحصل اي مشكله. الالوان المائيه بتكون محتاجه عزل، لكن الالوان الزيتيه زي اللاكيه والدوكو دول بيكونوا مش محتاجين عزل، بس فراشهم بتتغسل بالتنر، وهم كمان بيتخففوا بالتنر والنفط وبيأثروا على الجهاز التنفسي. فانا عن نفسي مش بحب استخدمهم خالص، اللي هم الدهانات اللي هي بيسموها الزيتيه. وكمان الورنيش اللي هو بعزل بيه وبحمي بيه القطعه بتاعتي، فيه منه برضو مائي وزيتي. المائي زي مثلا الورنيش المائي، او زي المود بودج، برضو بيتخفف بالميه، وفرشه لما بستخدمها بغسلها بالميه، وده اللي احنا برضو بنستخدمه في الديكوباج. او برضو زي اللي هو اورا جلاس 4060، ده برضو انا بحبه علشان هو مات، هو اساسه مائي وكل حاجه، بس بيديني يكون مات بعد كده مش لامع. في بقى الورنيش اللي هو الزيتي، ده ما بنستخدموش خالص. ده بيستخدموه مثلا على الموبيليا، بيدي في منه طبعا برضو مط ولامع، بس انا مش بحب استخدمه، برضو ريحته قويه جدا، بيبقى عامل طبقه باينه كده قوي. في ناس بتحب تستخدمه لو هتحطي القطعه بتاعتك مثلا في الحمام او كده، بس انا الموضوع ده بستبدله بالسبراي الدوكو الشفاف، هو زي ده. يعني الخلاصة ان انا بستخدم الالوان المائية والورنيشات المائية كمان. بشتغل الاول بالبلاستيك الابيض، او عليه مركزات الوان عشان الونه، او الوان اورا، او الاكريليك، او التشوك بينت، دي اللي انا بستخدمها دايما في الديكوباج. بعد كده لما عايزه اعزلهم فبحط لهم ورنيش. الورنيش ده بيكون هو الورنيش المائي، سواء انا بجيب ورنيش مائي، وزي ما قلت لكم قبل كده الخلطه الخطيره ان انا احط عليه مثلا احط كوبايه ورنيش مائي عليها كوبايه غيره ابيض، مش غيره اخشاب، لا غيره ابيض. يعني لو رحتوا عند اي موان وقلت له احنا عايزين غيره ابيض، مش هيتلخبط فيه يعني. بتحطوا مقدار من ده على مقدار من ده على نص مقدار ميه، وتخففوه مع بعض، تخلطوه مع بعض وتحطوه وتعزلوا بيهم. او لو حد عايز يقلل التكلفه خالص، مش شرط يجيب ورنيش مائي، ممكن يجيب غيره الابيض على طول ويخففه بشويه ميه ويشتغل بيه ان هو يلزق ويعزل. احنا عندنا دايما بنستخدم اللي هو الورنيش والغيره والحاجات دي للزق والعزل الاثنين، خلاص. وطبعا الاصل في الموضوع ده هو المود بوتش، هو اللي بنلزق ونعزل بيه في كل حاجه، بس هو غالي. وبعد ما بعزل سواء المود بودج او الغيره اللي متخفف بميه، او الخلطه الخطيره اللي هي ورنيش مائي وعليه برضو غيره، او ممكن استخدم الورنيش المائي بس برضو، ده في اضعف الايمان يعني. المهم ان انا لازم ادي طبقه في الاخر بالسبراي الدوكو الشفاف ده، اللي بيكون غطاه شفاف، علشان يعزل لي القطعه خالص عن الميه. هو ده الوحيد اللي اساسه زيتي اللي انا بستخدمه، علشان يعزل كل حاجه عن الميه، يعني بيرفكت. لكن لان الحاجات التانية كلها اللي بستخدمها مائية بتريحني في الشغل ومش بتبهدلني، بتنشف بسرعة. بس لازم بقى احتاج ان انا ادي اخر طبقة عندي بالسبراي، خصوصا لو كانت صينية او حاجة هتتعامل مع المية، دي لازم بقى احط لها السبراي كويس، كذا طبقة محترمة كده. وطبعا براعي ان بتكون المسافة بين القطعة وبين السبراي 20 سنتي، مش اقل من كده، ما اقربهاش. ومش بثبت ايدي، لا، بفضل احرك ايدي على القطعة، ما افضلش مثبته ودايسه كده، هيجمع السائل كله ويسيل ويبقى شكلها وحش جدا. يا رب اكون فدتكم، ومع السلامه.